السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة معانا وصفة حلوة جدا، مناسبة جدا بقى للأعياد وللسنة الجديدة. كل سنة وانتوا طيبين. حاجة كده في منتهى الشياكة والفخامة، تقدميها بقى لولادك وأسرتك كده، وهتبقى لذيذة جدا لما تقدميها لضيوفك بإذن الله. حاجة سهلة وبسيطة، ومقاديرها متوفرة في كل بيت، وهنعملها ببيضتين بس. هنعمل الكب كيك، وشوفوا بقى اللون والجمال والحلاوة، حاجة كده منتهى الشياكة. يلا بقى نشوف مقاديرنا. سهلة وبسيطة، وإن شاء الله تقومي تنفذيها على طول بإذن الله. بصوا، اسفنجية وهشة زي القطن بإذن الله. أول حاجة في مقاديرنا، معانا طبعا كوبايتين من الدقيق منخولين، معانا كمان بيضتين، 2 بيضة يعني، معانا كمان 3/4 كوباية سكر، 3/4 كوباية حليب، 3/4 كوباية زيت، معانا معلقة كبيرة من الخل، ومعانا كيسين فانيليا ورشة ملح وبيكنج باودر، ومعلقة كبيرة من الكاكاو الخام منخولة طبعا. أول حاجة بقى في المقادير الجافة، معانا كوبايتين من الدقيق ومنخولين، نزلنا عليهم برشة من الملح وكيس من البيكنج باودر، يعني ما يعادل معلقة كبيرة مليانة. قلبنا الخليط الجاف كله مع بعضه، وبكده بقى جاهز معانا. اهم حاجة الكوباية اللي هنعاير بيها كل المقادير. بعد كده جبنا الخلاط بتاعنا، هننزل اول حاجة بالحاجات السائلة. نزلنا ب3/4 كوباية من الحليب، عليهم 3/4 كوباية من الزيت، وهننزل كمان ب2 بيضة. وبعد كده هنضيف السكر. ليه ضفنا الحاجات السائلة الاول؟ طبعا قلنا عشان نحافظ على الخلاط بتاعنا بالشكل ده. بعد كده نزلنا ب3/4 كوباية السكر، وضفنا معلقة كبيرة من الخل وكيسين من الفانيليا. كل بيضة بتاخد كيس من الفانيليا، او لو ما عندك السائلة هتضيفي ربع معلقة صغيرة. ضربناهم ضربة حلوة جدا لحد ما الخليط بقى قوامه كريمي. بعد كده جبنا المقادير الجافة، نزلنا عليها بالمقادير السائلة، وننزل الكمية كلها اللي في الخلاط عشان تبقى المقادير معانا مظبوطة بالشكل ده. هنبتدي بقى نجيب المضرب بتاعنا، طبعا ده مضرب يدوي لان احنا ضربناها خلاص في الخلاط. هنبتدي نقلب زي ما تعودنا في اتجاه واحد. اهم حاجة ان احنا نتأكد ان الدقيق كله اختلط مع المزيج السائل بالشكل ده. هنبتدي طبعا اثناء الفترة دي بقى نكون مولعين الفرن بتاعنا ومجهزينه قبل ما نبدأ في عمايل الكيك عشان تطلع معاكي ناجحة. وان شاء الله هتشوفيها، وان شاء الله تجربيها بإذن الله. اهو بالشكل ده كده قلبنا الخليط لحد ما امتزجت المقادير كلها مع بعض. بعد كده طبعا هنجيب سباتيولا وهنتأكد برضو، هنجيب من تحت لفوق لان ساعات بيبقى فيه الدقيق راكز شوية من تحت بالشكل ده. خلاص كده الخليط امتزج معانا وبقى جاهز ان احنا نستعمله. هنجيب بقى معانا حاجة كده يكون ليها بوز عشان تسهل معانا واحنا بنصب الخليط بالشكل ده. خدنا كده جزء من الخليط بتاعنا، وهنسيب الجزء اللي فاضل ده. هنشوف دلوقتي هنعمل ايه. جبنا بقى القالب بتاعنا بتاع الكب كيك وحطينا فيه الورق بتاع الكب كيك. لو ما عندكيش الورق زي ما قلتلك قبل كده، بتدهنيها مسحة بسيطة كده من الزيت ورشة من الدقيق، لكن احنا هنستعمل ورق فحطينا الورق على طول. هنبتدي بقى نصب الكمية بتاعتنا، بس المرة دي مش هنصب 3/4 الورقة، لا، هنحط نصها بس، لان لسه في خليط تاني هنحطه من فوق بالشكل ده لحد ما نخلص كل الكمية اللي معانا. اهو بالشكل ده كده حطينا نصها. معانا بقى الشوية اللي فاضلين دول، هنحط عليهم معلقة كبيرة من الكاكاو الخام. اهم حاجة يكون منخول عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. طبعا عشان يبقى الخليط مظبوط معانا، هنضيف معلقة من الحليب عشان ما يبقاش جزء مقاديره مظبوطة والجزء التاني يطلع جامد معاكي، لا، هنضيف معلقة من الحليب على معلقة من الكاكاو الخام بالشكل ده، ونقلبهم كويس جدا ونتأكد ان هم امتزجوا مع بعض. لحد كده ممكن تعملي بقى الخليط فانيليا وشوكولاتة بالشكل ده. احنا النهاردة بقى هنعمله احمر طبعا بمناسبة الاعياد، فهنضيف شوية كده من اللون الاحمر. وطبعا لو انت حابة تعملي لون احمر لازم برضو هتضيفي الكاكاو عشان يطلع اللون الاحمر قاتم مش فاتح. اهو بالشكل ده، بصوا لونه ما شاء الله تحفة.
هنبتدي برضو نحطها في نفس الحاجة اللي حطينا فيها قبل كده، وهنبتدي نصب الخليط بتاعنا بالشكل ده. حاجة سهلة وبسيطة جدا، بس هتبقى حاجة في منتهى الشياكة اهو بالشكل ده كده. وهوريكم هنصبها ونعمل فيها ايه. هنجيب بقى قالب الكب كيك معانا، وهنبتدي نحط المرة دي في كل ورقة كده معلقة بس بالشكل ده. طبعا كمية الفانيليا اكتر اهو بالشكل ده لحد ما نخلص المقدار كله. المقدار ده بقى لو حابة تضعفيه هتضربي المقادير دي في 2. لو انت حابة تعملي 24 قطعة، دول طبعا معانا 12 قطعة بس. ما شاء الله حاجة مشرفة جدا، هتنفعك في الأعياد بقى والعزومات، وحاجة كده لزوم سهرة راس السنة. كل سنة وانتوا طيبين، وان شاء الله تبقى سنة سعيدة على الجميع بإذن الله. اهو بالشكل ده كده لحد ما خلصنا المقدار كله. خلاص كده بقى، اي حاجة بقى وقعت معانا كده ولا حاجة لازم طبعا نمسحها عشان ما تتحرقش معانا في الفرن. اهو بصوا الصينية بقى هننضفها كويس، بحيث ايه ما تعملش معانا ريحة شياط واحنا بنسويها. اهو بالشكل ده كده نضفنا الصينية بتاعتنا. خلاص هنجيب بقى الخلة اللي هي بتاعت الشيش طاووق، وهنبتدي ناخد كده حركة دائرية، يعني تلفيها كده في وسط الايه الورقة بتاعت الكب كيك، عشان الاتنين يمتزجوا مع بعض. وفي الاخر هتشوفي النتيجة بإذن الله، هيطلع شكلها حلو جدا. ما شاء الله حاجة مفرحة ومبهجة في نفس الوقت. اهو بالشكل ده كده. مسخنين طبعا الفرن بتاعنا، مولعينه من تحت ومن فوق على درجة حرارة 180. مولعين الشواية. أول ما تدخل بعد 10 دقايق هتطفي الشواية، وهتاخد 5 دقايق كمان. أخدت معانا ربع ساعة وطلعت بالمنظر التحفة ده. بصوا ناجحة 1000000%، وما شاء الله مرتفعة مش هابطة ولا حاجة. دليل نجاحها إن المقدار مظبوط معاكي. عملنا لها طبعا اختبار، ودخلنا كده الخلة بتاعتنا في النص، طلعت نضيفة، اتأكدنا ان هي استوت. تقدري طبعا تسيبيها في المرحلة دي بشكلها ده، بس احنا النهاردة حبينا بقى نعملها شيك كده بمناسبة الأعياد، فادينا لها رشة من السكر البودر بتديها شكل حلو جدا. اهو بالشكل ده كده، وبألف هنا وشفا لكل اللي هيجربها بإذن الله. بعد كده ابتدينا بقى نرصها كده بطريقة شيك. طبعا طريقة التقديم بتبقى حلوة طبعا كده، بتبقى بتفتح النفس طبعا على الأكل. فتقدميها كده بطريقة شيك إن شاء الله تعجب ضيوفك. اهو بالشكل ده. بصوا بقى ما شاء الله مرتفعة وناجحة، المقدار مظبوط جدا. واهم حاجة في الطريقة بتاعتنا اللي احنا ايه هتتبعيها بإذن الله. بصوا شكلها مستوية على الرايق، وما شاء الله جميلة جدا. هنفتحها كمان ونشوف قلبها. بصوا بقى لما مزجناها مع بعض طلعت بالشكل الروعة ده. اتمنى بقى تجربوها، وان عجبتكم الوصفة ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب لكركديه وتمر هندي، عشان عيلتنا تكبر بيكم بإذن الله. وكل سنة وانتوا طيبين.